احتفظي بالفيديو ده عندك لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. انا هنا بضيف اضافتين على تتبيلة الفراخ بتوديها في حتة تانية. بمنتهى السهولة هتعملي احلى فراخ مشوية بتتبيلة حلوة قوي. هاتي بقى الخلاط بتاعك وانزلي فيه بالمكونات اللي هقولك عليها: بصلاية كبيرة، طماطميتين، فلفل احمر وفلفل اخضر، 3 4 فصوص توم. وهخلط كل المكونات دي حلوة قوي. بعد كده هفضيها عندي في الصينية اللي هتبل فيها، وهنزل عليها بقى بكل البهارات اللي هقولك عليها دي: ملح وفلفل اسود، وهنزل كمان بزنجبيل وبابريكا وقرفة. مهمة جدا القرفة معايا، ولو عندك توابل فراخ. هبدأ انزل عليهم كمان بمعلقتين كبار كده من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة من الكاتشب لو موجودة عندك. ويا سلام بقى لو عندك معلقة عسل اسود بتوديها في حتة تانية، او دبس رمان. وهنزل بمعلقة كبيرة بقى من السمن البلدي، ودي اهم اضافة معاكي، بتودي الفراخ في حتة تانية. هقلب بقى كل المكونات حلوة قوي بالشكل ده. وهجيب الفراخ بتاعتي، طبعا بغسلها حلوه قوي ونقعها حلوه قوي، واصفيها من الميه بتاعتها، وهبدا ان انا اخد الفرخه كده اقطعها نصين، وهبدا اعمل فيها فتحات طوليه بالشكل اللي انت شايفاه ده في الصدر وفي الورك. ما بسيبش حته فيها لما اكون كده مديها فتحه بسيطه من السكين. بعد كده بتبلها بالطريقه دي، بغلفها حلوه قوي بالتتبيله، او يعمل لها مساج كده حلو، بحيث ان الفرخه تبقى كل حته فيها شاربه من التتبيله بتاعتك. بسيبها في التتبيله دي قد ايه؟ يا سلام بقى لو تسيبيها من الليل للصبح. بس ما عندكيش وقت يبقى مش هتسيبيها اقل من ساعه. لازم ساعه في التتبيله دي اقل حاجه. بعد كده عود روزماري هغطيها بورق زبده وبورق فويل، وادخلها فرن سخن على درجه حراره 200 220. تاخد معايا حوالي ساعه. اول ما بتطلع بتبقى احلى فراخ مشويه بمنتهى السهوله. لو عجبك الفيديو متنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.